ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن واحده من اعظم القصص اللي حصلت في تاريخ دي سي كوميك. قصه خلت عالم دي سي كله يتشقلب وغيرت مصير كل الابطال حرفيا، وكل ده بسبب شخص واحد بس الا وهو فلاش. والنهارده هنحكي قصه فلاش بوينت لما فلاش قرر يرجع بالزمن فدمر كل حاجه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وترزعني لايك لان الريتش واقع اليومين دول. سلسله كوميكس فلاش بوينت اتنشرت سنه 2011 واللي كتبها الكاتب جيف جونز واللي رسمها اندي كيوبر، واللي بتتكون من 5 اعداد رئيسيه في السلسله واللي اسمها ببساطه فلاش بوينت، بجانب عدد ضخم من القصص الفرعيه. لكن في الفيديو ده هنركز على ال5 اعداد الاساسيين. بس قبل ما نبدا نحكي قصه فلاش بوينت لازم نعرف ليه فلاش عمل كده، وعلشان نعرف ليه فلاش عمل كده لازم نعرف قصه فلاش باري ألين. القصة بتبدأ مع طفل اسمه باري ألين واللي بيكون عايش مع أبوه وأمه، وفي يوم بيرجع يلاقي أمه مودعة الملاعب، والحكومة علشان ما بيلاقوش أدلة بيتهم أبوه إن هو اللي قتلها. وبعد فترة مش طويلة أبوه قضاها في السجن، للأسف هو كمان ودع الملاعب. علشان كده باري لما بيكبر بيشتغل عالم في الطب الجنائي، وكل ده علشان يساعد الشرطة في الجرائم اللي زي جريمة أمه دي، علشان محدش يعيش المأساة اللي عاشها. وعلى الرغم إن باري مجتهد جدا في شغله إلا إنه عنده مشكلة واحدة ألا وهي إنه بيتأخر على مواعيده. وده ما كانش مشكلة بس في شغله، بل مشكلة كمان مع خطيبته واللي كان كل مرة يتأخر على ميعاد ما بينهم، واللي بيكون اسمها ايريس ويست. وفي يوم باري وهو في المعمل بتاعه وهو قاعد مع شوية مواد كيميائية بتدخل صاعقة من شباك المعمل بالغلط وبتضربه. من هنا بيبدأ ذا فلاش. وطبعا كلنا عارفين ان فلاش عنده اشرار اقوياء ياما، بس اهمهم ريفيرس فلاش واللي بيكون اغلس كائن عرفته البشرية. انا شخصيا عندي مشاكل معاه معرفش ليه. المهم ريفيرس فلاش ده كان شخصية من المستقبل لكنه كان مهووس بحاجة اسمها فلاش. علشان كده ريفيرس فلاش بيعيد نفس السيناريو اللي خلى فلاش ياخد قوته، وفعلا بيقدر ياخد قوة فلاش بل اقوى، لانه بيقدر يرجع بالزمن ويغير فيه حاجات من غير ما يدمر المستقبل. علشان كده بيقرر يرجع للماضي ويدمر حياة فلاش الاصل. تخيل كده وبيحبه، اما لو بيكرهه يعمل فيه ايه؟ ده غير ان احنا بنكتشف ان هو كان السبب الاساسي في ان امه تموت وابوه يخش السجن. يعني حرفيا ده اللي دمر حياة فلاش بالكامل. وبكده تكون عرفت كل حاجة كان لازم تعرفها قبل ما نبدأ في سلسلة فلاش بوينت. القصة بتبتدي مع باري وهو بيصحى من النوم في المكتب بتاعه، ولكنه بيصحى متفاجئ انه مش لابس بدلة فلاش لانه كان في اخر مرة كان بيرجع بالزمن. ده غير انه كمان بيتصدم ان هو فقد قوته الخارقة. وبكملة المصايب بيكتشف ان مفيش حاجة في العالم ده اسمها جاستس ليج، ولكن الكاتب بيحس انه زودها مع فلاش شوية فبيرجع له امه من الموت. وفلاش بيكون مبسوط جدا بالموضوع ده لانه بيحس انه ممكن يبدأ حياته على نظيف. ولكنه كل ما بيطول قاعدة في العالم ده بيكتشف ان العالم ده بقى خرا. يعني عندك مثلا باتمان اللي بقى بيقتل في الناس مش بيحبسهم. ده غير ان في حرب دايره ما بين اطلانتس وشعب وندر وومن. ده غير ان كمان سايبورغ بقى البطل القومي الاول مش سوبرمان. ولو حد جه سالني سوبرمان فين هقول له اهدى على رزقك شويه، احنا لسه في اول القصه. ففلاش لما بيلاقي نفسه مش فاهم حاجه من العالم ده بيقرر يروح لباتمان، وفعلا لما بيروح له بيستقبله بكل محبه وترحاب وسعاده. ولكننا بنكتشف ان ده مش بروس وين اصلا، لانه بيكون توماس وين. ولو ما تعرفش مين ده فده ابو باتمان اللي المفروض مات، ولكن في العالم ده بنكتشف ان بروس وين مات وابوه بقى باتمان وامه بقت الجوكر. ففلاش لما بيعرف كده بيكون عاوز يعيط لان تقريبا الامل الاخير في حياته مات. وباري هنا بيحاول يقنع توماس وين انه يساعده وبيحكي له عن العالم الاصلي. فتوماس وين بيشوف انها فرصه يرجع بيها ابنه بروس، وبيبداوا يعملوا تجارب مجنونه على جسم باري علشان يرجعوا له قوته. والتجربه دي كانت عباره عن ان هم ربطوه في كرسي حديد وحطوا عليه مواد كيميائيه وصعقوه بالبرق. ولكن التجارب دي كلها فشلت وجسم باري اتحرق بالكامل. ولكن باري كان مصمم انه يكمل التجارب دي، وفي تاني يوم بيكرروا التجربه وبتنجح. وبكده بيكون الجزء الاصعب من المهمه انتهى. وباري وتوماس بعد كده بيحاولوا يجمعوا ناس يبقوا معاهم في الفريق، واللي بيبداوا باول شخص معاهم في الفريق وهو سايبورغ. وسبب انضمامه ليهم انه كان عاوز يوقف الحرب اللي ما بين اطلانتس وشعب وندر وومن. والشخص اللي بعديه واللي تقريبا كلكم مستنيين هتعرفوا ايه اللي حصل له واللي هو سوبرمان، واللي بيلاقوه محبوس في مخبأ سري تحت الارض. والقصه بتكون ان سوبرمان لما بينزل الارض الحكومه بتاخده وبتحبسه، ولكنه بيلاقوه ضعيف وهزيل وعمره ما شاف الشمس. وسوبرمان الله اكبر عليه اول ما بيشوف الشمس وبيبقى عنده قوه بياخد بعضه وبيهرب. والحكومه بتحاول تطارد بقيه الفريق لكنهم بيهربوا منهم. وفي نفس الوقت الحرب ما بين شعب وندر وومن واطلانتس بتقرب من النهايه، وكل واحد بيجمع جيشه وجنوده وبيجهز اسلحته علشان يحاربوا. وفعلا الحرب بتبدا والوضع بيكون خارج عن السيطره، واكوامان ووندر وومن بيبداوا يخشوا في قتال مع بعض. وهنا الفريق بتاعنا بيوصل وبيحاول يوقف الحرب اللي دايره دي، ولكن
ولكن باري بعد ما بيشوف كل الدمار اللي حصل بسببه ده بينهار، علشان يظهر هنا ريفرس فلاش ويقول له شفت انا ما عملتش اي حاجه وانت اللي دمرت كل حاجه، وبيبدا يهجم على باري علشان يحاول يخلص عليه، وبتدور معركه كبيره بينهم هما الاتنين، ولكن توماس وين بيتدخل وبيخلص على ريفرس فلاش علشان بعديها يقول لباري يحاول يرجع كل شيء علشان بروس يرجع تاني. ووسط الحرب دي كمان سوبرمان بيظهر ويحاول يوقف كل اللي بيحصل ده. وسط الحرب دي فلاش بيبدأ يحاول يرجع، وقبل ما يرجع توماس وين بيدي رسالة يديها لبروس، وفعلا باري بيرجع بالزمن. وفي المشهد الأخير بنشوف باري وهو بيدي الرسالة لباتمان. وبس هو ده الفيديو. ما تنساش تكتب لي عاوز ايه الفيديو الجاي، وتعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتعمل لي فولو على الانستجرام. والسلام.